جيل التسعينات الله بالخير، استريحوا، ماكو تعيينات. خلينا نشوف هذا التصريح. زين انا ذولا جيل التسعينات اقول لهم انتم قعدوا ماكو شغل، خلينا نكاشفهم نقول لهم يابا انتم قعدوا ما حد يعينكم، ما حد له علاقه بكم، ما حد يبغى على مستقبلكم، واحنا بصراحه نمشي بالشارع جيل التسعينات، ندخل مكاتبنا يتصلون بينا جيل التسعينات، وهذا بصراحه يعني احنا شلون اخذنا فرصتنا جيل الثمانينات وجيل الالفينات. فعلا سيادة النائب، أكثر جيل انظلم بالعراق هو جيل التسعينات، أكثر من جيل الثمانينات وأكثر من جيل الألفينات. الجميع حصل فرصة إلا التسعينات، بدوها بالحصار وحرب أمريكا وداعش والطائفية وغيرها، ومن صارت فرصة للتعيينات إجوا جماعة الواسطات وإجوا جماعة الدفع والتوريق 50 ورقة وشدة وشتين، وبقوا جيل التسعينات قاعدين ينتظرون أمل شخص ينصفهم ويوفر لهم فرص عمل سواء بالتعيينات الحكومية أو بالقطاع الخاص. حتى من بدأ إصلاح النظام وبدأ تغييرات على مستوى التعيينات طلبوا جيل الألفينات وما طلبوا جيل التسعينات، وكأنه جيل التسعينات مسوي شيء غلط ومسوي ذنب حتى ينظلم هذا الظلم الكبير بالعراق. نتمنى يجي شخص ينصف جيل التسعينات ويوفر لهم فرص عمل وحياة كريمة حالهم حال باقي الأجيال. تحياتي.